في محاولتنا لمحاربة الفساد جالنا الدكتورة سحر بتعرض مشكلة، هي مشكلة كبيرة جدا في الوقت اللي بتحارب فيها البلد وعلى تعليمات من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في محاربة الفساد ومحاولة ان هو يسد الفجوة الغذائية وإقامة مشروعات سمكية جديدة في منطقة السويس وبورسعيد وشرق القناة. النهاردة في ناس بتحاول تهد ده كله وبتحاول تبور مزرعة سمك جاهزة وكاملة للعمل فيها، والدكتورة سحر واقفة لوحدها ومفيش حد واقف معاها، رغم انها رفعت مذكرات للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير البحث العلمي، وهي معانا دلوقتي اهوت هتحكي لنا الحكايه كلها. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده هتكلم كسحر مهنا، المواطنه المصريه اللي بتشوف حاجه قدامها بتتخرب ومش قادره تسكت عليها. علشان النهارده يعني انا لسه جايه من تحقيق دلوقتي، كان في جريده الدستور اتعرضت لحاجات على بتحصل جوه المعهد، وبعاني من اتهام رسمي ليا ان انا ورا ان انا مصدر الدستور. فانا النهارده بقولها تاني ان انا سحر مهنا المواطنه المصريه اللي بتتكلم عن فساد علني ومعلن وواضح للعيون. أنا الأول وظيفتي إن أنا أستاذ باحث ورئيس قسم في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، واللي هتكلم عنها النهارده مزرعة سمكية على مساحة 30 فدان واقعة في مدينة السويس في حي الكوثر. المزرعة ديت يمكن بدايتها إن إحنا المحافظة خصصت للمعهد 11.5 فدان في سنة 88، لأن كان في مشروع أمريكي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الاستزراع السمكي، ويمكن كان في الوقت ده يمكن كنا أول ناس بنتكلم في الموضوع ده، أو بنتكلم إزاي نعيد استخدام المياه الصرف. ولما نجح المشروع سنة 88 المحافظة مشكورة راحت مخصصة تاني 18 فدان استكمالا للمزرعة عشان مساحتها تبقى 29.5 فدان. ومن ساعتها المزرعة فعلا يعني بكيانها ده فيها 13 حوض محفورين وجاهزين للاستزراع، بالاضافه الى مساحات كبيره جدا من الاراضي اللي ممكن فعلا تستخدم في احواض جديده او في مباني او في استزراع انواع اخرى من النباتات المطلوبه على الساحه الايام دي. المهم ان بعد كده لحد سنه 2004 و2005 كانت المزرعه بتنتج فعلا اسماك، وكان بيعاد استخدام المياه اللي طالعه من الاحواض الاسماك في زراعه الاشجار. وزارت الايام دي الدكتوره فينيس كامل المزرعه، وفعلا شافت بعينها وشافت امام محافظ السويس النجاح الباهر للمشروع وللانتاج السمكي من المزرعه. لكن للاسف الشديد بعد المرحله ديت جت مرحله كساد ومرحله خمول تام في نشاط المعهد، وتم تجاهل تام للمزرعه ديت لحد ما محافظه السويس فكرت فعلا انها تسحب الارض من المعهد. وطلع قرار فعلا بسحب الارض دون علم المعهد او دون درايه من اي مسؤول جوه المعهد، لتبدا رحله اعاده الارض تاني مره اخرى للمعهد. طبعا في لحد 2015 كان الكلام ده سيد، وكانت المزرعه كلها اتملت بالهيش والبوص لدرجه ان الاحواض غابت معالمها تماما من المزرعه، وكانت يعني هنقول ايه مسرح بيع لملح، في احواض فيها ملح، كان في تجار ينزلوا ياخدوا الملح، في ناس بتبيع ميه المزرعه، يعني بدات المزرعه تاخد اتجاه تاني خالص، عبء على المعهد وليس مع المعهد. المهم ان انا اتوليت مسؤوليه الفرع ده في 15/3/2015 في فتره ايقاف الرئيس الحالي اللي رجع مره ثانيه بعد 9 شهور ايقاف. المهم اول ما مسكت الفرع لقيت ان فعلا الامل او المستقبل في المزرعه دي مش في الفرع نفسه، الفرع فعلا قائم ونشاطه قائم وكل حاجه جواه كامله، لكن اللي ناقص فعلا المزرعه، والمزرعه ديت فعلا مكسب كبير للمعهد، ولو اتخذت او المحافظ خدها دي خساره كبيره جدا لنا وللدوله. المهم ان انا اول ما مسكت رحت نزلت قابلت المحافظ، والمحافظ مشكور جه زار المعهد وشجعنا وقال لي انا معاكي لاخر مدى، شوفي انت عايزه تعملي ايه. لما اطلع على الخطه الطموحه للمزرعه دي قال لي انا معاكي لحد ما تكملي كل مخططاتك للفرع، لان المزرعه دي فعلا ممكن تغني السويس
عن انها يتباع فيها سمك مستورد او المحافظات كمان اللي حواليها كمان ممكن يتعمل فيها انشطه ثانيه زي زراعه الطحالب اللي مطلوبه دلوقتي على المستوى الطبي، او اللي هي بتنتج وقود حيوي دلوقتي ومطلوبه جدا على مستوى العالم. ليه احنا ما نبقاش نواكب الحضاره دي او نواكب التطورات ديت؟ والمزرعه فعلا ارض بكر وممكن تستغل في كل الحاجات دي. وكانت الفكره فعلا ان احنا المزرعه هنقسمها، كان هيتبني فيها مبنى اداري ومعامل، وكان جنب احواض السمك هنعمل زراعات شجريه وهنعمل وحده انتاج طحالب اللي هي بتعمل لي البايوفويل او الوقود الحيوي. وكان فعلا الشباب بتوع كليه الثروه السمكيه كان في تعاون كامل حقيقي بيننا وبينهم وبين اساتذه كليه الثروه السمكيه في السويس، والشباب كله اللي هي الدفعه الاولى بتاعه الثروه السمكيه كان عندي امل فعلا ان هي تعين في هذه المزرعه او تبدا هي دي النواه اللي هتقوم عليها المزرعه، وخصوصا قسم الاستزراع السمكي. كمان ساعدنا في الموضوع اللي هي محطه السرو، الناس اللي في محطه السرو، لان محطه السرو عندنا تتبع المعهد وهي محطه منتجه على المستوى التجاري، ويمكن هقول ايه بتصرف على جزء كبير من النشاطات المعهد المزرعه دي. فاحنا كنا عارفين فعلا نفسنا نبقى زيها او احسن منها، لان مزرعه السويس في تركيبها وفي مكانها وفي مساحتها وفي امكانياتها افضل كتير من مزرعه السرو. وفعلا هم ساعدونا، ادونا الزريعه وادوها لنا حتى يعني ببلاش، لان طبعا هم عندهم مفرخ للبولت هناك. فاحنا اول ما وضبنا الاحواض بجهود ذاتيه وبجهود موظفين المعهد وما جبناش وما صرفناش تعريفه من ميزانيه المعهد على المزرعه دي، بالعكس الموظفين نفسهم، موظفين مخازن، على سواقين، على بتوع الورشه عندي في الفرع، كله بقى يلبس العفريته كل يوم الصبح وانا في وسطهم، ومعانا فسنا ومعانا كل ادواتنا وبننزل الاحواض ننظف فيها، لحد ما ربنا كلل نجحنا في شهرين من 1/4 لحد نص 6 نجحنا في احنا نطهر 4 احواض، 2 صغيرين و2 كبار، وفعلا دخلنا الميه فيهم وبقى شكل المزرعه فعلا يفرح. ورحنا جبنا الزريعه من السرو حطيناها في الحوضين الاولانيين، وكان في البدايه جبنا 10000 زريعه للاحواض، وبدانا نغذي طبعا بمعاونه زملائنا في شعبه التربيه اللي هم في محطه السرو، لان هم طبعا اكثر خبره في المجال ده في موضوع التغذيه بالذات. حطوا لنا برنامج التغذيه بتاع المزرعه وبقينا نغذي عليه ونقيس كل يوم، وجبنا اجهزه خاصه بالمزرعه، اجهزه قياس جوده ميه، اجهزه قياس ملوحه، اجهزه قياس درجه حراره. كل يوم كنا بناخد القياسات، كل يوم بنحلل الميه في معامل الماء الفرع نفسه نشوف جوده الميه شكلها ايه، كل يوم بناخد عين السمك نقيس، او على مراحل بقى كل اسبوعين 3 بناخد عين السمك نقيس مدى مراحل النمو بتاعتها. لحد ما في شهر 9 انا طلعت رحله حج، ورجعت من رحله الحج افاجئ ان رئيس المعهد الموقوف رجع تاني لمكانه، وما حدش في المعهد عارف رجع ازاي، الكل بيقول راجع بقرار الوزير الشريف حماد قبل ما يمشي. المهم انه لما رجع تخيل ان احنا ضده او ان احنا كنا سبب ايقافه، وبدات الحرب العلنيه او المعلنه، وكان اولها تدمير المزرعه وتدمير اللي احنا عملناه في المزرعه علشان ما يبقاش في حاجه تطلق عليها سحر مهنا. للاسف الشديد هي طلعت كده ان هم كل ما يسالوا حد في الفرع المزرعه يقولوا له مزرعه سحر. هي مش مزرعه سحر، هم قصدهم ان احنا تعبنا فيها او ان احنا اللي عملناها. هي مش مزرعتي هي مزرعه الدوله، وكان ممكن تبقى مورد من موارد الدوله، وكان ممكن تغذي 3-4 محافظات بالاسماك. لكن للاسف الشديد بدا مسلسل التخريب. اول حاجه عملوها طبعا رجعوا المدير السابق اللي كان قبلي، اللي كان سايب برضو المزرعه على هذا المنوال وعلى هذا الشكل اللي كان في الصور، رجعوه. اول حاجه عملها انه منع التغذيه عن السمك بحجه ان مفيش سمك في الاحواض، وهم فكروا ان انا اشتريت الزراعه بفلوس، فهم كان الغرض من كده يقول لك مفيش سمك في الاحواض، نحولها بتهمه اهدار المال العام، الناس اشترت الزريعه والزريعه مفيش سمك في الميه. المهم ان هم فعلا شافوا الزريعه فقال لك لا خلاص نبقى نعد الزريعه. طب عد الزريعه يا عم، احنا رامين في شهر 6، زريعه ايه اللي انت هتعدها في شهر 11؟ حسوا على نفسهم، وخصوصا ان المدير الفرعي الحالي من شعبه التربيه، استاذ في شعبه التربيه واللي بيعاونه ومدرس في شعبه التربيه، رايح يدي زريعه اترمت من 4 شهور لبولتي. للاسف الشديد برضو اتصلوا عليا، يعني منظر السمك فعلا خلى الرجاله في المزرعه تبكي حقيقي. فبرضو اتصلوا عليا مره ثانيه وقالوا لي تعالي بقى شوفي منظر السمك على وش الميه عامل ازاي. طبعا جريت على المزرعه، انا مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول، انا حسيت ان ابني بيموت بين ايديا، لانه فعلا كان ابني اللي بيموت ده بين ايديا، لان انا اللي عامله السمك ده. المهم منظر السمك والغربان عماله تاكل فيه والكلاب عماله تصطاد فيه، حاجه فعلا حاجه تخلي الواحد يحزن من البلد دي، ويحزن من الناس، ويحزن من المسؤولين، ويحزن من كل حاجه في البلد ومن اللي حواليه.
بعت تلغرافات طبعا لرئاسه الجمهوريه، وبعت تلغراف لرئاسه الوزراء، وبعت مذكره للوزير، وبعت مذكره لرئيس المعهد قبلهم كلهم. ولا حياه لمن تنادي، ولا كاني بتكلم، ولا كاني بقول ان في تخريب في البلد. من شهر تقريبا. المهم ان انا الوزير اشرف الشيحي. المهم ان انا لما لقيت ما فيش اي صدى لاي حاجه اعتصمت في المزرعه، برضو ما فيش حاجه. كل اللي طلع من مدير الفرع الحالي قال لهم يمنعوها من الدخول ويمنعوها من التصوير. طبعا بتوع الامن دول افراد عاديين جدا، افراد غلابه، هيمنعوني ازاي من الدخول او من اولا المزرعه مفتوحه من كل الجهات، ما لهاش بوابه محكمه عشان يقدر يقفلها وما يمنعني من الدخول. السور مش كامل، السور اللي هم دافعين فيه 4 مليون جنيه مش كامل. السور ده بدأ من اكتر من 2013، بادئ من اول 2013 لحد النهارده ما كملش. مر عليه 3 مقاولين من الباطن ما كملش، مدفوع فيه 4 مليون جنيه. وبتحدث الميزانيه ما كانتش كامله؟ لا، الميزانيه موجوده، المناقصه كانت موجوده والفلوس متجنبه بتاعه السور. طبعا المقاول الاولاني هرب، خد مستخلص وهرب، جابوا مقاول تاني برضو ما قدرش يتحمل، كان جاي برضو يعمل اي كلام وياخد مستخلص برضو ويخلع، برضو مشى. المهم ان هم في الاخر لما انا مسكت قلت لهم لا مش هينفع الكلام ده، انا السور مش مسؤوله عنه، السور لازم تاخدوا الاجراءات القانونيه مع الشركه. المهم ايه، صممت ان الاداره الهندسيه تبعت الانذارات للشركه، وفعلا بعتوا 3 انذارات للشركه اللي هي اللي واخده المناصه. راحوا جايبين مقاول ثالث بدا يشتغل في السور، لكن طبعا المقاول جاي وعايز فلوس. بعد ما اشتغل جزء من السور قال لهم ادوني مستخلص، ما رضوش يدوا له المستخلص، راح موقف الاعمال تاني. وفضل السور ابو 4 مليون قائم، نصه معمول ونصه السور ده في الاول لما كان حبه هواء يقوموا يوقعوا باكات الطوب، كان شويه هواء قاموا في السويس كده وقعوا كل باكات الطوب اللي كان عاملها المقاول الاولاني اللي هرب متصونه. في حد من الاداره الهندسيه بيروح، في واحد بيتابع، الله اعلم، الله اعلم. المهم ان انا قررت ان انا اعتصم في المزرعه. اول ما قلت هعتصم في المزرعه لقيت نفسي متحوله للتحقيق والمجلس تاديب. طب انا متحوله في مجلس التاديب ليه؟ راحوا مديني ورقه كده ممضيه من واحد ما اعرفوش، ان انا شاتمه واحد برضو ما اعرفوش، لا في مذكره من اللي ما اعرفوش ده او اللي ما اعرفوش ده، ولا في مذكره مني. طب يا جماعه انتم محولين مجلس التاديب ايه؟ فين القضيه اصلا؟ ما هو مجلس التاديب معناه محكمه، المحكمه دي بتروح لها قضيه كامله متكامله. فين القضيه؟ فين التحقيق اللي تم معايا؟ فين المذكره اصلا اللي تم عليها التحقيق؟ فين اصلا ان انا شتمت؟ بيتهموني ان انا شتمت رئيس الاكاديميه. انا اصلا ما اقدرش اشتم رئيس الاكاديميه، لانه انا لا اتبع اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو راجل فاضل ومحترم. هشتمه ليه؟ معمول مذكره ان انا شتمت الراجل، وان انا اتحقق معايا، وان انا ثبت عليا الشتمه، وان انا متحوله لمجلس تاديب. وايه اللي موجود في ملف القضيه؟ ورقه لا اعلم مصدرها، صوره حتى مش اصل، لتقرير بيقولوا عليه جاي من كليه الحقوق. رئيس المعهد مطلع قرار. المفروض اللي بيشتكي ده بيبقى موقع على شكوته. طبعا موقعه يعني. لا، فين ملف؟ ما فيش، لا لقينا شكوى، ولا لقينا واحد متضرر، ولا لقينا واحد متهمني ان انا شتمته، ولا لقينا التحقيق اللي انا ماضيه عليه، ولا لقينا اي حاجه. لقينا ورقه من محقق يعلم بقى، الله اعلم اذا كان هو المحقق اللي ماضيها ولا لا بقى، ما انا ممكن اشك في اي حاجه. ان انا متحوله لمجلس تاديب. متحوله بقى لمجلس تاديب بتاريخ ايه بقى؟ 1/10/2015 لما رجع رئيس المعهد الموقوف عن العمل. رئيس المعهد ده نفسه ماضي لي يوم 1/10 على قرار سفرت بلغاريا المؤتمر، ودي مخالفه للقانون. ازاي تحول واحده للتاديب وتسفرها بره؟ ده ممنوع بحكم القانون بتاعنا. لما فطنوا ان هو مطلع نفس القرار في نفس اليوم بتاع السفر، راح مغيره بتاريخ 30/9 واداله رقم. للاسف الشديد الرقم عشان هو متلخبط راح مديله رقم قرار تاني هو مطلعه اوريدي في 30/9 بلجنه تستلم القناطر. ده بقى يعني اكبر دليل على الكيديه وعلى السرعه ان هو لازم يعمل حاجه في الموجوده دي او في الست دي. بعد الموضوع ده لما رحت مجلس التاديب وقلت لهم فين، وطلبت من رئيس المعهد يوافيني بملف القضيه كامل، مذكره الخصم ومذكرتي انا وشتمتي للراجل والتحقيق اللي انا ماضيه عليه، طبعا ما ردش عليا لحد دلوقتي. الكلام ده بعته له من 5/11 واحنا النهارده كام؟ لقيت نفسي متحوله في كليه حقوق ب3 تهم. زي ما بقول لحضرتك يعني كأن فعلا المعهد فاضي وما فيش الا سحر، احنا قاعدين لسحر. ايه ال3 تهم؟ الدستور نشره من فتره كده حاجات عن المعهد،
يبقى صح اللي نشرت في الدستور حولها للتحقيق. طب هاتوا ما يثبت ان انا نشرت في الدستور، ما عندناش، اتحولي بقى للتحقيق. المحقق نفسه النهارده بيقول لي انا عايزه اعتذر عن المعهد ده، المعهد ده اصلا فاضي، كل اللي بيجي لي ده اصلا حاجات ليه ما بتخلصش جوه المعهد؟ مفيش ما يدل في الدستور انك انت اللي نشره فيه، ليه بعتين فيكي كده؟ قلت له هعرفك ليه بعتين فيها كده، ووريته صور المزرعه. قال لي يا بنتي كان ما كنت لا كنت اشتغلت ولا كنت عملت، كنت قعدت في بيتك احسن. المهم بعد التحقيق الاولاني، التحقيق الثاني بقى بيقول لك ان انا حفرت بئر في الصحراء. طب ايه حكايه البئر اللي في الصحراء يا جماعه؟ وادت موافقه بدون رجوع لاي جهه. البئر اللي في الصحراء دي يقصد بها المزرعه اللي احنا بنتكلم عنها دي. المزرعه ديت احنا طبعا عارف حضرتك حواليها مباني، ما هيش صحراء. ايوه ما هيش صحراء خالص، في وسط المدينه السكنيه اصلا، وجنبها كليه الطب الجديده، وجنبها مدرسه التوفيقيه من ناحيتها، وفيها مدرسه في جنوبها، وغير السكن بقى اللي حواليها. هي عامة يعني هو عامة احنا لو هم هنمشي على كلامهم، البئر لا يحفر الا في الصحراء. انا هحفر بئر في مصر الجديده مثلا او في الزمالك، ما انا هحفره في الصحراء، ما عشان انا محتاجه الميه الجوفيه في الصحراء. انما احنا حفرناه ليه في المزرعه؟ احنا دلوقتي اتجاه الدوله لتقليص استخدام المياه العذبه، احنا كلنا عارفين حرب المياه اللي جايه. وفعلا اتجاه الدوله دلوقتي متجهه ان كل الاستزراع السمكي او الاستزراع حتى المائي الاعتماد تامه على المياه الجوفيه. فاحنا واخدين سياسه الدوله او مياه المجاري بعد تنقيتها. فاحنا دلوقتي بعد ردم المصرف اللي كان حوالين المزرعه والترعه، احنا دلوقتي كان المفروض ضروره البير ده. فاحنا عملنا الاجراءات الورقيه عندنا في المعهد في الفرع ورفعناها للقاهره. احنا ما عندناش وحده حسابيه ولا عندنا اداره ماليه في الفرع، كل حساباتنا وكل فلوسنا بتطلع من القاهره من رئاسه المعهد. بعتنا لهم الورق، والراجل مشكور رئيس المعهد حوله الاداره الهندسيه، والاداره الهندسيه نزلت قابلت الراجل اللي بيحفر اللي هيحفر البير واتعاملت معاه. وبعد ما اتعاملت معاه فوجئنا ان هم مش عايزين يطلعوا شيك للراجل. ليه؟ لان سحر هي اللي حفره البير. هي سحر حفرت البير في بيتها؟ هي سحر حفره البير تستخدمه لشخصها ولا لاهلها ولا لعيلتها؟ سحر حفره بير في مزرعه 30 فدان هيغذي المزرعه كلها. وده التحقيق الثاني. طبعا احنا اوراقنا سليمه، والاوراق الورقيه اللي عملناها في الفرع سليمه. لما انت قدمت بلاغ لرئيس الوزراء، مفيش اي حد اتصل بيكي ولا استدعاكي ولا اي حاجه بخصوص الشكوى اللي انت قدمتيها؟ لا، امبارح جالي اتصال للامانه من رئاسه الجمهوريه، يعني سيده فاضله اتصلت عليا وقالت ان هي من رئاسه الجمهوريه، وقالت ان احنا مفيش حاجه عندنا اصلا بتنام، والورق كله عندي، بس انا هبص فيه بس وهرجع تاني.